البيضاء عاصمة سروي ملحج كما تسمى في كتب التاريخ، قلب اليمن النابض جغرافيا واجتماعيا. تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تبعد عنها 268 كيلومترا، وبارتفاع 2250 مترا عن سطح البحر. هي عاصمة ل20 مديرية وبوابة لجنوب اليمن ولشماله. كانت البيضاء ولا تزال نقطة انطلاق ومدد لكثير من الحركات التصحيحية خلال تاريخ اليمن القديم والحديث. انفردت بحكمها الذاتي منذ عهد سلاطين آل الرصاص بعد سقوط دولة بني طاهر عام 60 و500 وألف للميلاد، ولم يدخلها إمام الدولة الزيدية إلا أوائل القرن العشرين، حتى جاءت ثورة سبتمبر فتصدر رجالها لكثير من البطولات خلال مسار الثورة. كان آخرها فك الحصار عن صنعاء، والذي اشتهر بحصار السبيل. خرج منها البيضاني والعواضي والهدار والكثير من العلماء والفقهاء والأدباء، ومن شعرائها من يقول: هل من يرى تلك السحاب بيضاء يعشقها الفؤاد، هي موطني وهي التي ليست كتربتها بلاد، بيضاء عذرا للسحاب أنت بلا مثل يراد. تجتذبك في البيضاء معالمها التاريخية المنتثرة وطابعها المعماري الخاص وجوامعها الكثيرة وقلعتها الشامخة المبنية على جبل أبيض بين جبال سمر، قيل أنه سبب تسميتها. البيضاء قطعة من تاريخ لا يزال حاضرا. لم تأخذ هذه المدينة نصيبها من الازدهار، ولم يشفع لها تاريخها النضالي أمام النظام حكم الرئيس الصالح، فانتفض أهلها كعادتهم مع أول طلاع الثورة الشبابية، وتدفق رجال البيضاء من مختلف القرى والمديريات ليشهدوا ويصنعوا كعادتهم لحظة تحول جديد في تاريخ اليمن.